اهلا بيكم في حلقه جديده من رحله نجاح بودكاست The Resilient Podcast سيزون 14. بنتكلم على الريزيلينت مايند سيت اوف انتربرينورز. النهارده معانا الاستاذه الجميله اللي دخلت عليا يعني بحب كتير للبودكاست. معانا الاستاذه نرمين تكله founder and CEO of Persona Studio. مظبوط حفظت كل حاجه مظبوط يعني قعدت اقول احفظ لا مظبوط. اخبارك ايه؟ مهند؟ اخبارك ايه؟ انا good. thank you والله for having me here. ده شرف ليا. ومش عارف اقول لك ايه قد ايه الكلام اللي انت قلتيه لي قبل الحلقه اثر فيا، يعني مش عارف ابتدي بصراحه. لا بجد انا قلت what I said what I mean يعني I see وكده و I like what you do. That's why I'm here. ربنا يخليكي والله. يعني انا دايما بقول لهم يا جماعه انا عندي gut feeling. طبعا I have a gut feeling of certain people، ما اعرفش ليه. انا بمشي بالجت يعني. انت عارفه. فاقول يعني طبعا هو الشكل والتايتل is okay بس it's misleading. بس انا ببقى عارف sometimes it misleads. يعني انا مبسوط انك موجوده معانا، لان انا بحب ان انا يبقى في impact، وانا عندي احساس gut feeling ان ايه هيبقى فيه امباكت ان شاء الله. طيب دايما بحب اسال السؤال ده يا نرمين. رحلتك كده سريعا من وقت ما اتخرجتي لغايه النهارده دلوقتي. رحلتي سريعا انه انا اتخرجت من جامعه ما اخترتهاش خالص. دي اول حاجه. ده اول حاجه كانت ممكن تعطلني وكانت ممكن تغير حياتي يعني. اوكي. انا كنت عايزه ادرس فنون جميله. وماي مام انه this is not good enough. ما بياكلش عيش. هتبقي مدرسه رسم، هتبقي ايه يعني. ما شافتش اللي انا كنت شايفاه. انا طول عمري into arts، كتابه، مزيكا، رسم، any fashion، اي حاجه. anyway درست قانون. اتخرجت من القانون من لو انترناشونال لو تحديدا. قررت انه اعمل حاجه انا بحبها. فقررت اني اذاكر ماركتينج. واللي شجعني قوي على كده ان انا بدات وانا في الجامعه في اخر سنه في الجامعه ان انا اشتغل ماركتينج. اوكي. ما كنتش فاهمه اي حاجه، مش فاهمه اصلا يعني ايه ماركتينج، بس I decided to learn لانه الماركتينج قريب شويه في الارت وفي كرياتيفيتي وفي كل الحاجات اللي انا بحبها. فذاكرت ماركتينج وبعد كده اشتغلت في شركه اتصالات ماركتينج. ومن الماركتينج بدأ رحلتي مع الكونتنت والميوزك. كان في ميزة في الشركة دي انه you move internally. البرايورتي للامبلويز to apply for any open vacancy. فكنت immediately I applied لما فتحوا الفيكنسي. كان وقت اللونش of the 3G وده كانت اول اختراع بيحول حياتنا. ده من زمان قوي. من زمان قوي قوي يس. فبس اخدت الطريق من هنا ميوزك كونتنت وتعلمت كتير قوي. I was lucky enough I had a very good manager. he was British بس تأثر فيا جدا. وراني المانجمنت من انجل كان in early stage. انا كنت لسه جونيور يعني. بس I always had dreams. وكان دايما بيتحط لي objectives و I always exceed what's expected. فده كان بيشجعني to do more and learn more and كده. حلو so بس وبعدين دخلت بعد كده من التليكوز رحت للميوزك. اوكي. فاشتغلت في الميوزك from the other angle بقى من ال other side البرودكشن. اوكي. يعني انا كنت كونتنت بعد كده رحت برودكشن وبدات رحلتي مع الميوزك. ودي اكتر حاجه اكتشفت بعد كده انه دي اكتر حاجه انا بحبها. my mom is telling me دلوقتي انا لو كنت ركزت معاكي في التين ايج بتاعك انا عندي لحد النهارده عند اهلي كل الجنريشنز اوف ذا ووكمان. لا انا مامي كانت بجد مامي وانا صغيره كانت تقولي لحد الجامعه يعني كانت دايما تقولي انت هيجيلك توحد من انت دايما حاطه السماعات. وايزوليتنج يور سيلف وعايشه جوه المزيكا. اوكي. فدلوقتي بعد سنين بتقولي انا لو كنت ركزت معاكي وانتي في الوقت ده كنت فهمت ان انتي هتبقي someone in the music someday يعني. صحيح. بس دي رحلتي العمليه. وانتي بتحبي مين مزيكا بره مصر؟ انا بحب ناس كتير قوي. بحب القدام والجداد يعني. هقول لك مثلا بحب ناس عكس بعض يعني. بحب سيلين ديون جدا مثلا. اوكي. جدا. بحب مايكل جاكسون جدا. خلينا بقى نقف عند مايكل جاكسون. أوكي. لان انا اكتشفت اكتشاف. أوكي. انا من 3 أسابيع اخدت ابني قلت له تعالى، ابني الصغير كريم
تعالى let's have a son and dad day. ابني أوكي. الكبير is 18 فهو في العالم بتاعه. التينيجر بابل العجيبه بتاعتهم هو مش فاضي يعني. قلت له تعالى هتيجي تعوم معانا؟ لا 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 مش عايز اعوم. طيب اوكي. اخدت ابني وقلت له تعالى هنعمل كده father son day very fun for you. اوكي. بجد very fun. هنروح نعوم وبعدين نطلع نتفرج على Movies. مايكل. واو. قال لي مين مايكل؟ قلت له ده مايكل جاكسون، ده كينج اوف بوب، ده حاجه خطيره. رحنا عام وبلبط وكل حاجه وتمام. he never knew about him. عمره ما كان عارف مين ده اصلا. لا. واو. دخل وقعد يتفرج. طبعا قعد يسال اسئله كتيره، ليه عمل كذا وما اعرفش ايه، وانا عايز اتفرج برضه يعني. انا أيوه. سامع ريفيوز وسامع ما اعرفش ايه وايم مايكل جاكسون فان يعني ف اتفرجنا. هو نام في النص طبعا بعد البطل دي. هو نص نام الفيلم. وانا اتفرجت امبارح وانا مسافر يا نرمين. قعد اسمعه بيقول لي بيلي جين وبعدين بيتت. وبعدين قعدت افكر بقى يعني انت عارفه creative people are always thinking of ways to talk about something. فانا كان جالي بوست مثلا ان how can مايكل جاكسون كبراندنج كماركتينج بيوصل ان ولد في 2017 مواليد 2017 listens to him and it's still relevant. يعني انت متخيله يعني he's been dead for so long بس his music isn't will never die. والفيلم ساعد ان هو يوري ال artistic value of مايكل جاكسون يعني و how he changed. يعني بص انا عندي رأي بقوله دايما للفنانين بتوعي that's signed with the Persona Studios او حتى اي حتى فنان بره ده وللميديا ده دايما بقوله اكتر حاجه بتخلي الفنان عنده identity وما يتنسيش وشغله يبقى ليه value انه يبقى authentic وجنون وديفرنت ومعتز بنفسه وهو كده. he doesn't want to copy anyone, he's himself. مايكل جاكسون انا بقول كده وانا مش بتكلم على ال personal side of his life خالص although it's a story برضو to be told طبعا. بس انا بتكلم على الارت على التالنت. هو مش هيتكرر تاني. هو one مايكل جاكسون. ايوه مش هيتكرر تاني. ومن اكتر الحاجات اللي خلته مايكل جاكسون قد ايه هو كان مش فارق معاه انه مش شبه حد. مش فارق معاه انه بينتقد، مش فارق معاه انه مختلف، بس هو كان دايما سابق بخطوه. أيوة. كان دايما عايز يعمل اكتر more and more and more و he's very authentic. فالنهارده اي حد هيسمعه حتى من الاجيال الجديده النيو جنريشنز، لو خدت بالك النيو جنريشنز are going back to our music ولل even older generations كميوزك musicians لانه it was authentic. now يعني majority مش هقول كل الناس majority is copying each other. ايوه مبقاش فيه لا identity ولا authenticity ولا اي حاجه تميز. عشان كده لما بيبقى في حد مميز انت بتجري عليه على طول even the new talents rising artists. ايوه فانا مايكل جاكسون بالنسبه لي يعني انا شايفه تالنت وشايفه من الماركتينج برسبكتيف كبراند. يعني الصغير ده عارف مين هو. it's a brand يعني MJ. everything about him is a storytelling يعني you can tell a story about بالظبط الفاشن selection of the music البرودكشن how he shoots. يعني هو ابني لدرجه انه بيحاول يعمل مون ووك. قلت له يا ابني احنا فشلنا. احنا ما حاولنا كل اجيالنا حاولنا وفشلنا. لا انا بص قلت له يا ابني انت قعدت مش تمسح في الارض. والله حاولنا يعني كلنا حاولنا وطلع كوبيز كتير. بس شفتي قد ايه it's so authentic. This is what I want to do مع الجيل ده، ان يبقوا برضو الناس تبقى شايفة انا وانتي authentic بنتكلم على حاجة، مش بنقول ان الدنيا وردي والدنيا follow your passion. It's يعني not وردي خالص. ما فيش حاجة اسمها follow your passion. if you want fight something for your dreams. fight يعني you don't follow it. I always say يعني there is always a price. بالظبط. and there is always a prize. بالظبط. انا عايز اقول لك يعني one of the guests
قالت لي حاجه كويسه في حته الريزيلينس كديفينيشن. يعني قالت لي هو زي بوكس تاخديه تقعي تقومي تاخدي بوكس تاني وتقعي you're always happy عشان you expect انك هتاخدي بوكس كمان. يعني لا I think I believe actually انه الريزيلينس عامل بالظبط. انا بحس كده زي التمرين. يعني عارف انت بتتمرن رياضه، اي رياضه، انت ايه اللي بيحصل؟ انت بتتمرن اول اسبوع بيبقى جسمك وجعك جدا، صح؟ وبتقول انا ليه بعمل في نفسي كده؟ مش هعمل كده تاني، مش قادره اكمل اصلا، انا هاخد مسكن وشاور وابقى تمام. بعد كده بتلاقي نفسك بتروح المره اللي بعدها بتتوجع برضو، بس الوجع بيقل وبيبتدي العضلات بتاعتك تتعود على البين، صح؟ وبتلاقي نفسك عايز تتمرن اقوى واقوى، والريزيلينس بيخليك اقوى. والريزيلينس مع الوقت هو الريزيلينس مش اني avoid البين، لا طبعا، او avoid الستراجل طبعا، او التشالنج. الريزيلينس اني اعرف امشي مع الموجه. يعني انا دايما بقولها كده للصغيرين، بقول لهم احنا لما بنيجي نعوم البحر عالي بنقول ايه؟ لما والموجه جايه امشي، سيب نفسك معاها، don't try to resist. صح لانه هي جايه لا محاله. and this is life. ايوه it's full of struggles, full of difficulties و challenges ومفاجآت. والله بصي، يعني انا والدي كان دايما بيقول لي هديك النصيحه مجانا وتاخدها. ايوه. وانا اقول له لا شكرا، مش عايز نصيحه واعمل اللي في دماغي، سيبني اتعلم the hard way. دلوقتي انا بقول لابني نفس الشيء بس حاجه تانية. انا بقول له الحياه هتعلمك. لو انا فشلت في تعليمي ان اقول لك الصح او غلط، الحياه هتعلمك. هتعلمك انك انت تبقى ريسبونسبل، تصحى، انك انت تجري ورا اكل عيشك، انك انت ما اعرفش انت الحياه هتعلمك وبالعافيه. يعني unless انت طبعا you want to sit around do nothing then it's not، يعني مش اي حاجه من مش حياه خالص. فالمشكله في الشباب ان unfortunately we can agree with me or disagree. طبعا social media has gave them the satisfaction و gratification in if they do something كده they will instantly become famous or rich. not only حتى مفهوم السكسس اتغير. صح. حتى الاكسبكتيشن من الحياة اتغيرت. عندهم expectations رهيبة انه I'm here now after 25 years in my career. 25 years اتعلمت فيهم حاجات كتير جدا، و believe it or not يا مهند، وانا I really want to highlight this point تحديدا، انا لسه بتعلم. صح. على كل الليفلز، على ليفل الكاركتر بتعلم حاجات skills, personal skills طبعا، من ناس حواليا، من التيم بتاعي، من بارتنرز، من الحياة، من كل الحاجات. وبتعلم حاجات في الشغل ومش عيب خالص. the thing is انه هما محتاجين، انا دي my advice للنيو جنريشن من الجنزي وانت طالع بقى، لانه في اجيال اجدد من الجنزي دلوقتي. they are coming. هم very creative و super talented و very unique على فكرة، و authentic أكتر من أجيال قبلهم. مش عايزين يبقوا شبه حد، ومش عايزين يبقوا بيعملوا ترندز، ومش عايزين يبقوا مشهورين. يعني معظم الجيل الجديد عايز privacy. تدخل على الانستغرام وفيسبوك، اولا ما فيش فيسبوك اصلا، بس انستغرام فور اكزامبل مثلا از ان ابلكيشن تلاقي تقولي ما تقوليش فيسبوك عشان انا عيالي يقولوا لي ده انت ديناصور يا معلم. ديناصور. زيرو بوستس و very few followers و private account. لما بقعد اتناقش معاهم ليه بتعملوا كده، I don't want my life to be exposed, I don't want anybody to know, I'm choosing my circle. ودي حاجة عجباني جدا في الجيل ده by the way. although ان هم حاسه ان عندهم تخوفات مبنيه على النيجاتيفز بتاعت السوشيال ميديا اللي امتصوها مننا ومن الحاجات اللي بتحصل طبعا. however بحاول اقنعهم انه في السوشيال ميديا ليها مساوئ وليها مميزات وليها عيوب. everything in life عنده two part، يعني two sides. صح. negative and positive. صح. take the positive from both. لانه حتى النيجاتيف هيعلمك حاجات. اكيد انا in many circles بعمل mentoring ودايما بنتكلم على resilience in the era or in the time of AI. وبيجي لي السؤال طبعا هم بيقولوا يا دكتور
ماشي whatever يعني دكتور ما هو حضرتك مش فاكر تفتكرش ان الاي اي هي اوفر ياخدنا؟ اقول له على حسب how you use it. This is a tool. دي tool انت تستخدمها. في ناس هتستخدمها للشر وفي ناس هتستخدمها للخير. لو استخدموها للشر طبيعي هم حرين yes. او لو استخدموها للخير هم حرين. بس في الاخر مين اللي بيبني المكنه دي الماشين دي؟ احنا. يعني if we wanted to be smarter it will never be smarter. بس لازم الشخص يبقى في حاجه مهمه قوي كمان في الحته دي نفسي اقولها. سوري قطعتك بس انا بفكر فيها وانت بتتكلم. هي it will never replace humans. لا طبعا it will never. لانه if we stopped feeding الماشين دي بالانفو بالتولز علشان تعمل اللي احنا بنطلبه منها هي بتهنج لو خدت بالك. ايوه طبعا. ده 1 2 البني ادم عنده سول. وانا دايما بقول لكل الناس ما تخافش من اللي جاي. AI is there to help us not to replace us. It will never replace us. It will replace certain jobs that بيأسست او بيهلب. هيبقى هو الهيلبر التول اللي هيبقى هو الماشين هي بتهلب يو بدل ما يبقى عندك this position. وهو كل التكنولوجيا بصي من وقت الاندستريال ريفولوشن لحد النهارده ده اللي بيحصل. ما هو الانترنت لما دخلت قلنا نفس الشيء يعني exactly. it's gonna replace it. فيعني المخاوف دي مفهومه يعني. بس الشباب لازم يكونوا فاهمين ان السكسس زي ما انت قلتي it's a very very tough road يعني صح. يعني والريزيلينس جزء منها. بس انا مش بتكلم بقى على الشباب بقى، بتكلم كمان على الكبار. في كبار كتير جدا يعني بيبقوا قاعدين نفسهم، وده عشان ده الموضوع السيزن، نفسهم يعملوا شركه يبقوا انتربرينورز. شارك تانك عمل براندنج وعمل ماركتينج ان الانتربرينورز ده حاجه كول وتطلع وسيلبرتي وفي ثانيه هتبقى مشهور وانا اعرف كتير من الناس اللي دخلوا شارك تانك بقوا اصحابي وحكوا لي يعني it's a very tough job, very long journey. It's not a short journey at all. وعشان توصلي وتاخدي ديل وفي الاخر ممكن ما تاخديش ديل. يعني انت رايك ان الانتربرينور ده لازم يكون المايند سيت بتاعه شكله ايه؟ ريسك تيكر، كالكوليتد ريسك. في ناس تقول كالكوليتد ريسك، انا بقول ريسك از ريسك. بالنسبه لي انا ريسك از ريسك فور ان انتربرينور. فور مي اتس نيفر كالكوليتد لان عندي 50% هنجح وفي other 50% و50% مش هنجح. بص I believe انه يعني no risk no glory. ده اكيد I believe this. يعني مش هتفضل قاعد في الصندوق وقاعد في الليميتيشن بتاع دماغك، لانه احنا اكتر حاجه بتأيدنا هي our brains صحيح. our thoughts. صحيح. فانت لو فضلت سايب نفسك للcalculated risk which is زي ما احنا كنا بنتكلم انه there is always a risk حتى if it's calculated. فانا الفرق الوحيد ان انا متوقعه وحاسبه، فلما يجي مش هزعل قوي يعني. بس ده الفرق الوحيد. بس the other side that's not seen، لأنه الناس زي ما انت قلت فاهمين انه it's a job لذيذة هتجيب لك شهرة بسرعة، هتجيب لك connections بسرعة. اولا هي محتاجة انك تبقى authentic برضو. انا هفضل ارجع لدي لانه دي اساس. انا عاجبني الكلمه دي يعني I'm gonna keep on saying it. yes it's right. تبقى authentic لانه when you're authentic you build genuine connections. لما بتbuild genuine connections you do a good job لانك authentic ولانك شخص مجتهد. ايوه. ولانك شخص عارف انه شغلك محتاج تتعب عليه. صح. فمع الوقت بتاخد credibility. صح. هي دي الجيرني. أيوة. when you get credibility وتبقى trustworthy النتورك بتاعتك بتكبر ويبتدي اسمك يتعمل له براندنج ويبتدي يتعمل لك recommendations and then بتبقى مشهور. ده صح. بعد رحلة طويلة جدا صح. جدا جدا. صح. وعلى قد ما بتبقى مشهور وعلى قد ما بتبقى عندك connections وعلى قد ما بتبقى عندك نجاح على قد ما بيبقى صعب جدا اللي بعد المرحلة دي علشان to maintain it. أيوه. to maintain it you have to work very hard. بيبقى الناس عندها expectations أعلى بكتير من اللي قبل المرحلة. أيوة. النجاح أيوة. والكريديبيليتي ولازم الاوثنتسيتي تفضل موجودة. هي لو اتغيرت انت خسرت كل حاجة لأن هي أساس، هي الفاونديشن بتاعتك. I believe so. على فكرة في أي بزنس وفي أي relationship صح. حتى على الليفل الإنساني. أيوه. في الفريندشيب في الشغل في الجواز في أي حاجة في الدنيا. لو أنت دايما بيقولك سبتوا بعض ليه أو بطلتوا أصحاب ليه
لانه اتغير بعد فتره او اتغيرت بعد فتره. ايوه if you're authentic عمرك ما تتغير، لان انت you're being your true self. correct. ويور developing it. مش Yes. معنى ان انا ابقى نفسي ان انا اقول هو انا كده وافضل محتفظ بالحاجات النقصاني او النيجاتيفز اللي في شخصيتي اللي هتاثر على حياتي وعلى البيزنس بتاعي وعلى اصحابي وعلى انا بتعلم من التيم بتاعي على فكره. Yes. حاليا Yes. انا بقبل نقد حتى لو بارجيو فيه بس بقبله وبقول للناس انا بتعلم منكم حاجات. حلو. وسمتايمز حتى لو ما اعترفناش بده بصوت عالي برجع بالفكره او بالجمله اللي اتقالت لي من حد انا بثق فيه وبحبه وقريب مني واي سليب اون ات واصحى مقرره اني اشتغل عليها. وده جزء تاني مهم جدا حلو. جدا حلو جدا. we need to raise a flag لكل الناس الصغيرين والكبار. put your ego aside please yes. and tell yourself that مش عيب خالص اني اشتغل على نفسي في الحته دي خالص واتعلم سكيل جديده تخلي الحياه easy on me and on others that's sharing life with me. صح. سواء في شغلي او في حياتي الشخصيه. صح. I agree with you. يعني انا من خلال الرحله اللي انا ابتديتها في البودكاست ده وتاني هقول لك ان ده it was a coping mechanism. قلب بزنس مش هقول بالحظ يعني، بس a lot of hard work من ناحيتي و on the way blessing بقى من ربنا و blessing on the way. قابلت الناس بقى، ناس صغيره، ناس عندها 20 سنه. والله في واحد كلمني من كذا شهر ما اعرفوش، قال لي انا I was searching على الانستغرام ولقيت كلمه رحله نجاح، وانا I made الاسم very generic عشان الناس لما تسيرش. هو مش جينيريك على فكره، هو حلو قوي وليه معنى قوي. ثانك يو. فهو قال لي نصيحه، قال لي انا جنزي، احنا attention span بتاعنا حضرتك صغير جدا، فلو سمحت تعمل لنا ريلز اقل بكتير. I like the content بس اعمل لي ريلز. انا من ساعتها بص اخدت النقد ده وقلت لا انا هو انت ممكن تعمله جدا. برافو. تعمله بانك تعمل شورت ريلز من البودكاست. حد تاني بقى لو ايجو بقى عالي جدا هيقول لك ايه العيل اللي جاي يقول لي الكلام ده. كلنا عندنا ايجو بس احنا عندنا حل من اتنين. يا وي فيد ات يا وي يوز ات. وي يوز الخبطه اللي بتيجي في الايجو دي ان احنا نتعلم منها حاجه. بالظبط. يعني فانا دايما حتى في التريننجز في الكوتشنج دايما بقول لهم اهم حاجه ليا انا ككوتش او كترينر تدوني فيدباك. انا قلت لهم انا مش ملاك، انا بغلط وممكن اقول كلام ساعات يتفهم غلط، كلام يضايق. لازم يبقى فيه فيدباك عشان نتعلم، لان it's a constant learning curve يعني. صح. يعني انا شايف مشكله الانتربرنور وحاجه لموضوعنا الاساسي ان في كتير منهم عندهم مشكله الفيدباك، بياخدوها personally و defensively. فتفتكر ايه النصيحه اللي ممكن تديها لانتربرنورز؟ تقول لهم ايه يعني؟ هو الفيدباك is not personal at all و it shouldn't be taken personal at all، لانه simply هي جايه لك especially لو جايه لك من حد عنده experience او حد بيشتغل معاك فهو شايف حاجه انت ما شفتهاش. احنا دايما بنبقى بنتكلم بايجو النوليدج. انا فاهم، انا عارف، انا احسن واحد في الحاجه دي، او انا ايه اللي هو بيقوله ده، وبنستخف ساعات بفيدباك. أيوة. كلنا ساعات بنقع في المطب ده يعني. بس النصيحه انه put your ego aside تاني وحاول تاخد من اللي هو بيقوله اللي بجد هيفيدك. اوكي. حتى لو انت مش شايفه، انت ممكن تبقى مش شايفه في اللحظه دي، او مش شايفه في الكيس دي، او في البروجكت ده، او مع الكلاينت ده. انت مش شايف انك عملت كده، او مش شايف ان الفيدباك بتاعته دي بتمطلك باي صله. بس يمكن وبتحصل انه يجي سيتويشن تانية او في بروجكت تاني الاقي انه تنور لمبه انه انا اتقال لي كذا، فانا المره دي هتعلم ما اقعش في الغلطه دي. ده صحيح. وساعات كمان انا يعني النصايح مثلا، انا تسمية البودكاست ده انا غيرته مثلا عند الحلقة 100. اوكي. لان هي ابتدت بقى تبقى رحلة. ف it was no more. انا كنت بتكلم الاول على الويل بينج والمنتل هيلث ما اعرفش ايه. قعدت مثلا يعني كان في واحد صاحبي يعني كتر خيره كان بيديني شويه منتورنج كده من انجلترا على الماشي يعني. اوكي. وقعدنا 10 ايام نفكر ايه بس انا يعني انا كنت معترض ان انا اغير الاسم.
او مش معترض، حبه عشان ابتديت فيه وفكرت فيه. بعدين بعد شويه لما فكرت بعقلي مش بقلبي زي ما بيقولوا، لقيت ده كلام business wise correct. يعني ده كان مرحله اللي هي rebranding، دي مرحله تانية و turned out much better than يعني ساعات الانسان بنخاف ما بيشوفش الحاجه الكويسه. احنا عاده بنخاف من التغيير. صح. 2 انا زيك جدا باي ذا واي جدا. انا I lived the same experience. انا بدات البيرسونا ببراندنج ومع اني ماركتير ومع ان انا جايه من مالتي ناشونال باك جراوند الكوربريتس قبل ما اعمل ماي اون بزنس. غلطت غلطه الاستعجال اني الونش السوشيال ميديا والشركه بتاعتي باللوجو از ات از. ما كانش عندي وقت اشتغل عليه، ما كانش عندي وقت اعمل اي حاجه. اوكي. وبعد وقت I met other people بقوا أصحابي وبقوا partners في حياتي، منهم غانم لازم أمنشن ده. قالوا لي with all the respect بنحبك، شغلك خطير، اللوجو لازم يتغير. ما كسفوش. اللوجو لازم يتغير فورا. I was resisting صح. جدا. صح. وقلت لهم it's fine. وعلى فكرة أنا I enjoyed every little moment وأنا بشتغل في اللوجو ده، وده my baby. صح. خد بالك وانت بتستبلش your own business كل خطوة بتاخدها is your baby طبعا. فانت بتريزست. ونرجع هنا تاني للريزيستنس والريزيلينس والفرق ما بينهم. صح. I was resisting التشينج. أولا أنا كشخص بكل التشينجز اللي في حياتي، من الدراسة، من إني درست لو، بكده درست ماركتينج عشان ابقى النهارده انا هو انا. وبكل changes along the way اللي انا عشتها والقرارات اللي اخذتني في حتت مختلفه تماما عن بعض، انا بخاف من التشينج. ده صحيح. وبريزست الخوف ده. وفي الاخر I give up. يعني في الاخر بقول لهم اوكي دو ات. بس لو تشوف بعملها زي البيبي اللي واخدين منه لعبته، بيقولوا احنا مش هناخدها، هنرجعها لك بس هنغير لها الفستان، عارف، هنخليها احلى. بس ببقى عامله زي البيبي. until this moment I'm working on this. بالذات الفير of change. ده صحيح. والفير of change مع ناس كتيره لما بتشوفني انا تقول طب جالك قلب ازاي انك انت تاخد الخطوه دي؟ قلت لهم اولا الخطوه دي او حياتي ده كان ظرف حصل ان انا اوائل 2020 سبت التليكوم، رحت اشتغلت في شركه صغيره. الشركه دي مشتني عشان كورونا. That's the end of the story of my business. You're lucky. You're now here because of this. بس yes. ف يعني انا بقول ان ربنا دايما بيبقى حاطط ساينس، وكنت هيحصل يعني الخطوه دي كانت هتحصل. يعني حتى لو قعدت ريفلكت وقلت مثلا do I regret not continuing، لا كنت هاخد برضو نفس الديسيجن. حتى subconsciously بقول لنفسي مش عايز ارجع. sometimes بتبقى عايز تاخد الديسيجن ومش قادر. انا ده حصل لي. انا قعدت 10 years في one of the biggest music labels in the region. okay. I learned a lot. I gained a lot of experience. وصلت لحتة ما فيهاش جروث، خلاص وصلت لأعلى حتة. اوكي. وعندي دريمز مش عارفة أحققها. عايزة أحققها ومش عارفة أحققها. حلو. قعدت كتير جدا بقول السنة الجاية I will retire. ويضحكوا يقولوا لي انتي مش مستحيل تقعدي في البيت. اقول لهم مش هقعد في البيت. I'll retire and I'll retire من الكوربريت لايف. من الكوربريت. From being part of an organization and I'm building my own dream. كل سنة أقول كده. ما بعملش كده. لحد at some point أحداث كتيرة جدا حصلت أدت لأني أخد القرار وأنا مش مقتنعة وأنا باخده by the way. أوكي. النهاردة أنا بشكر ربنا على القرار ده جدا. أوكي. I'm so happy إن أنا خدت القرار ده. مش لأنه هم كانوا أي حاجة، بالعكس هم أضافوا لي كتير. وأنا اتعلمت كتير جدا من شغلي مع كل شخص أذاني أو ساعدني by the way. مع كل negative and positive experience that I went through. أنا طلعت من الميوزك ليبل ده قوية جدا جدا جدا، أضعاف ما دخلت كشخص. والريزيلينس بتاعي أقوى بكتير لأن الضربات كانت قوية جدا جدا صح. جدا. صح. والنجاحات كانت قوية جدا جدا جدا. I gained a lot of experience. I gained the trust of أكبر أسماء artists في region.
I gained experience على level corporate. I gained experience و relationships connections هايلة جدا جدا. و I built my own empire بقى خلاص. بس عشان اعمل ده كان لازم اتزق. طب انا كان عمره ما هيجي. عايز اقول لك انا لو انا ابتديت البودكاست وكنت بجيب ناس I wouldn't have imagined ان اجيب نرمين تكله في يوم من الايام. تخيلي يعني عشان انا في الاول كان لسه في doubts طبعا. وبعدين انا ليه بقول الداوتس؟ عشان الناس اللي بتسمع تبقى عارفه ان ده عادي خالص. very normal. It's very very genuine part of the process. Of course. ده اول حاجه بتحصل اول مطب، انك بتشك في قدراتك، بتشك في أيوة. نفسك، بتشك في نجاحك، بتشك ان الناس هتحبك، بتشك انك هتكمل. طب انا هضحكك، انا اول حلقه انا صورتها كرحله نجاح كنت مصوره بمايك قد كده. يعني قد كده literally. الزوم كاميرا كانت بشعه، كانت في اوضه السفره، كنا قاعدين في المعادي لسه. كان عندي كلب بيهوهو، كلب بتاعي. ليه ما قعدتوش معاك على فكره؟ عادي. لو كان في روبوبيكا بيعدي في الشارع وابني كان صغير وقتها فكان بيعيط. لا كان بيجري بقى، بيجري واخوه كان بيغلس عليه وقتها، وانا بيج سمايل قدام الكاس وكملت عادي خالص. يعني النهارده لما ابص عليها وابص انا قاعد مع نرمين، لا في فرق في حتى the way I ask the questions. طبعا في فرق بين الثقة والconfidence. لا أنا يعني I wasn't confident. I wouldn't يعني مش هقول genuinely I was confident. لا أنا I wasn't confident. أنا كنت قلقان من proud إنك بتقول ده على الملأ. أيوة. لأنه أنا مهم قوي إن الناس تعرف ده، مهم قوي إن الناس تعرف إن إحنا عدينا بنفس المشاعر دي. yes. وعدينا بنفس التجربة، إن إحنا كنا في لحظة من اللحظات زي ما أنت قلت كل حاجة is screwed around me وانا I'm putting a smile ومكمل. انا هكمل. انا هكمل. هوصل gradually. انا عمري ما هوصل مرة واحدة. مفيش حاجة اسمها نجاح سهل. مفيش حاجة اسمها شهرة بسرعة. مفيش حاجة اسمها الحياة حلوة وجميلة. الحياة حلوة عشان احنا بنختار انه برغم الصعوبات، وهو ده resilience، انه برغم الصعوبات وبرغم السقطات وبرغم الفشل احيانا الحياة هتفضل حلوة، لانه فيها بارت حلو. دايما اقول كده حتى على البني ادمين، مفيش انسان كله وحش، مفيش انسان كله حلو. دايما كل انسان حلو عنده حته وحشه، وكل انسان وحش عنده حته حلوه. انا بقى دايما بدور على الحته الحلوه دي. حلو. I choose to see the beauty in anything I do. صح. anybody I meet. حتى لو شارع مكسر كله هتلاقيني عيني راحت للشجره. سبت الشارع المكسر وعيني راحت للشجره دي. ده قرار على فكره. ده قرار. ويعني انا بعمل كده، وبعمل كده كمان في بلدي هنا. يعني انا قررت، وده قرار من زمان، انا طول عمري عايش بره مصر. والدي كان في السلك الدبلوماسي، فكنت بنسافر كتير. we've been I'm very grateful. طبعا I've been عايز اقول لك bullied رايح راجع يعني. راجع يعني عادي يعني، شويه هنا في مصر وشويه في بره مصر. بس وصلت لمرحله ان انا مقتنع ان انا بقيت يونيك. يعني انا الشخص اللي قدامك ده يونيك، مش هتلاقي حد زي شبهك. لان انا يعني بحب البلد دي برغم كل الوحش اللي انت بتقوليه ده. بس I wouldn't trade it for another country, to be honest. وانا بقولها دي اول مره على البودكاست. wouldn't trade it ever for anything else. بحب الثقافه، بحب التاريخ. احنا بلد غنيه جدا. احنا بلد غنيه بالفن، غنيه بالتاريخ، غنيه بالثقافه، غنيه بالمعرفه. احنا شعب بيحب يعرف بالزبط. وعلى فكره هي ميزه وعيب، لانه عندنا حشريه شويه طبعا. عندنا حب الاستطلاع. فده ساعات بيروح لحته نيجاتيف، بس هو بوزيتيف، لان انت انسان طول الوقت بتدور. احنا شعب باحث، احنا طب، احنا تعليم، احنا everything. بس محتاجين نشتغل على نفسنا في حاجات. فلا مصر انا عندي دول كتير قوي غاليه على قلبي جدا، وبعتبرها ماي سكند هوم. ولكن هي فيها حاجه حلوه مش يعني هو بصي، هو انا الاحساس عشان ده احساس was there forever. لما كنت بسافر وارجع مصر بيبقى عندي احساس كده ان البلد دي وحشاني برغم ان كل حواليا. عشان كده دايما بقول ان احنا عندنا minds
جامده جدا. صح. وعشان كده انا بعمل البودكاست ده، مش عشان حبه الناس اللي بقت عندها ستارت ابس، لا، الناس اللي في الارياف والمحافظات في صعيد مصر وفي الدلتا يسمعوا، لان هم انا عارف I've worked there a lot. هم بيبقوا عايزين عايزين حد يديهم نور، هوب. هوب ان بنتعب كلنا، يعني كبير صغير كلنا بنتعب. yes. يعني انا وعمري ما كنت طالب شهرة مثلا، عمري ما كنت فاهم قصدي. فالناس لازم تبقى فاهمه هي الشهرة هي نتيجة، هي مش نتيجة غاية. ايوه، يعني هي نتيجة هي it's a result of what you're doing of what you're doing، وإنه what you're doing has an impact. ما انت كل ما الامباكت بتاع وجودك في الحياة، دايما اقولها احنا ما جيناش الحياة عشان نتولد نتعلم نكبر نتجوز نخلف نعمل فلوس نموت. لا. دي مش الرحلة ان انا النهاردة قابلتك بعد ما امشي المقابلة دي فرقت معاك في حاجة. النهاردة اشتغلنا مع بعض، واحنا بنشتغل مع بعض انت شفت نرمين فرقت في حياتك طبعا in a good way. وهفضل اقولها in a good way. لازم يبقى فيه positive impact، لازم يبقى فيه دور غير اني اكل واشرب واتجوز واخلف واعمل فلوس واموت. ده اكيد فانت نتيجة الامباكت بتاعك الانفلونس. عشان كده سموا المشاهير انفلونسرز. ايوه، سموا الناس اللي بتطلع تسيب اثر في حد، سواء بقى اثر انه اشترى، يعني هو انا عملت له سيلز وماركتينج فانا لذيذه وطلعت قلت كلمتين على برودكت فانا اقنعت اللي قدامي انه يشتري. ده انفلونس. ايوه، ده امباكت. طبعا. الشهره بتبقى نتيجه الامباكت. صح. الممثل اللي بيتشهر قوي وبينجح وبيبقى سوبر ستار، هو سوبر ستار عشان هو لما وقف قدام الكاميرا وربنا اداله تشانس واداله ورق حلو واداله دور، واللي جنبه خد نفس الدور في نفس المسلسل مع نفس المنتج، نفس الشركه، نفس كل الظروف. في واحد استخدم الاوبورتيونيتي دي أيوة. انه ساب اقوى امباكت في الدنيا قدام الكاميرا، لدرجه ان الناس طلعت من المسلسل بتتكلم عنه هو بس. فالامباكت ده شهره اكتر طبعا. نرمين النهارده جت قعدت مع مهند اتكلموا في توبيك معينه، التوبيك دي نرمين قالت فيها راي ساب حاجه في قلب حد او في مخ حد، فكره احساس شعور ايا كان هو ايه. نرمين بتتشهر، مش بتتشهر عشان عايز تتشهر. مهند مش بيتشهر عشان هو عامل بودكاست. في الاف البشر عامله بودكاست، صح. في الاف البشر بتشتغل في الميديا وعلى السوشيال ميديا والديجيتال ميديا and they are not going anywhere لانهم ما بيعملوش حاجه مختلفه بتسيب امباكت، بتسيب انفلونس. بس انا بس عايزه اقنع الناس بس بنقطه ان الشهره هي لا هي وسيله ولا هي غايه، هي نتيجه. ايوه. ما انا يعني انا دايما بقول الكلام ده ان انا هدفي ان ابقى مشهور، بس انا عايز ابقى مشهور بامباكت بوزيتيف على الناس، مش مشهور عشان انا عايز for the sake of الشهرة شهرة وناس تصور. لا، ما I agree، هي دي نتيجة الشغل. the more وعشان كده انا عامل البودكاست ده. لو اخدتي بالك مش كل الناس عندي معروفة، في ناس مش وده was on purpose، لان انا مثلا جبت واحدة من الرياضيين اولمبيان، يعني بنوتة كسبت. انت اديت لها فرصة تبان تتكلم تتعرف. عايز اقول لك ان a lot of positive feedback جات لي من الحلقة دي، ان البنت دي خطيرة. ده انت لقيتها فين دي؟ أيوة. ما اعرفش. عشان انا عايز اوري ان في ناس عندها ريزيلينس وعندها نجاح، وما فيهاش حاجه توقفها، ولا طبعا. اصابه ولا ديسابيليتي ولا اي حاجه، ولا حاجه اسمها مستحيله. فعشان الناس لما تيجي حد يجي يقول لي لا ده مستحيل اعملها، ناس كتيره اقول له بص على البنت دي، لو هي قدرت يبقى انت تقدر. بالظبط. بس ده انا بقول ده لنفسي انا بقول لنفسي كده، انا بقول كده لنفسي في اوقات يعني اوقات مثلا ما فيهاش نوم، ما فيهاش، وعندي سفر وعندي تصوير وعندي شغل وعندي نيو بروجكت وعندي تيم لسه بيتبني، بالذات في المرحله الاولى. انت عارف ان انت تخيل ان انت وصلت للاعلى للسيلينج في يور كوربريت لايف، أيوة. وفجاه بتعمل ستارت اب بتبدا من الصفر. بس انت عشان عارف انه من 0 to 10 انت جربت تبقى في 10 بس مش في حاجتك، فانت عارف ان النتيجه، بس انت مستعجل، انت عايز تجري بسرعه.
فانت قد ايه challenging، قد ايه صعبه، قد ايه mixed thoughts mixed feelings. وانت دخلت my brain ما كانش بيوقف تفكير وانا نايمه. دخلت التشالنج دي وانت عارفه ان عندك الاوبستكلز دي طبعا I've been there and I know كل حاجه في حياتي. لان سؤال الانتربرنور should he start the business باكسبيرينس ولا should he start من الجامعه على طول؟ لان الشباب النهارده كلهم انا شايفه ان في جزء منها تالنت. اوكي في جزء من اللي احنا بنعمله في جزء منه سكيلز بتبقى موجوده بالفطره، يعني ربنا خلقنا بيها. انا حد عنده نيجوشيشن سكيلز، حد اوبن انه يعمل نيو ريليشن شيبس، وطول ما هو قاعد بيدور على في ناس بتدور على الاوبورتونيتي وهي قاعده على البول. وانا اي ريسبكت قوي الناس دي. في حد قاعد في عيد في سهره في وات ايفر ايفنت، وهو قاعد من كتر ما هو بيفكر طول الوقت بطريقه برودكتيف في شغله، فهو ما بيضيعش وقت اوفر كوفي من غير ما يبقى فيها اوبورتونيتي لشغله. ايوه مثلا في جزء منها سكيلز هرجع اقول كده، وجزء كبير منها اكسبيرينس كبير. واجن هي علشان توصل لها وتبقى ناجح في ده انت محتاج اصلا انه تمشي في البروسيس اللي انا قلتها. like to build and then you gain contacts, you gain trust, you gain credibility and you make your own name. صح. هي هنا انت هتبدأ تحس ان انت you're gaining بقى reward او you're taking the reward of البروسيس. فهي شوية طويلة البروسيس طبعا، فما تستعجلوش للناس الصغيرة. تستعجلوش. هي مش بالمسمى خالص. انا عايزة اقول لك خالص مش بالتايتل ابدا. التايتل doesn't add anything لانه it's empty. في empty titles بالهبل. انت قلت لي ايه؟ ساعات الاسم والتايتل والسوشيال ميديا is misleading. انت ساعات بتروح تشوف ده تنبهر، تقعد مع شخص تلاقيه empty. ايوه طبعا صح. ف it's not the title. لا خالص. it's the journey. خالص. واكتر حاجه بحب انصح بيها الناس كلها في اي حاجه بتعملها في حياتك بالذات الجيل الجديد، enjoy the process. اوكي. مش الريزلت بس، enjoy the process. انت عارفه انا عرفتك ازاي؟ كان في ارتكل اي ثينك. اوكي. كنت انت على الارتكل اي ثينك توب وومن انتربرنور فاوندر حاجه كده. اوكي اللي هو الماجازين. حاجه ريسنت. وومن ماجازين. حاجه ريسنت. توب 20. يس. اوكي دي كانت على الومنز داي، كانت وقت المادرز داي والومنز داي. فده النور. اوكي. this is again it's a gut feeling. يعني انا ما بجريش ورا كل لان في كتير جدا يعني يعني التشالنجز اللي انت شفتيها ووصلت المرحله اللي انت فيها النهارده. سؤال كده سخيف. sure. Do you regret it انك ابتديتي شركه بيرسونا؟ خالص. انا بشكر ربنا كل يوم اني خدت القرار ده. Would you have taken it earlier؟ طبعا بس it's never too late. انا I don't believe انه too late خالص. يعني انا في احلام كتير في حياتي اجلتها لظروف شخصيه كان لازم اجلها واجلتها وعملتها وانا in my 40s. اوكي و I'm so glad ان انا عملتها، وما زال عندي احلام لسه ما حققتهاش هحققها. البيرسونا is one of them. definitely. وكل يوم البيبي بيكبر قدامي. فاحساس خطير. لا هو احساس خطير. I'm so happy يعني. الحمد لله. يعني I'm very glad والله. يعني أنا بصراحة I am enjoying the discussion. ونفتي إنه ما يخسرش يعني. بس it was very insightful بصراحة. وحاسس إن إحنا زي ما بيسموها بالإنجليزي kindred spirits يعني. حاسين ببعض يعني. نفس الجنوين feelings ونفس الوجع اللي إحنا الاتنين مرينا بيها. بس يعني بص هقولك حاجة مهمة قوي برضو نفسي أقولها. اتفضلي. إنه كل إنسان عنده رحلة. صح. من childhood لحد الاختياراته هو. يعني احنا بنتولد مش بنختار لا اسمنا ولا ديننا ولا اهلنا ولا بلدنا. صحيح. ولا اي حاجه. صحيح. وبنتاقلم. ده جزء من الريزيلينس. انت بتتاقلم طبعا. وبعدين بتكبر بمشاكل جايه من الطفوله. بظروف عشتها ما اخترتهاش اتفرضت عليك. انا بقى دي هنا عايزه اقول حاجه مهمه جدا للجيل الجديد especially انه الجيل الجديد معظمه
معظمه يا حرام طالع او مش يا حرام. يعني انا عايزاهم يستغلوا ده، يبقى يقويهم، ما يبقاش في، ما نعيش victims. I hate the victim role. I hate the victim role في relationships وفي الحياة. me too. فمعظم الجيل الجديد طالع من عائلات مفككة. أيوة. لان احنا جيلنا، احنا البيرنتس اللي هو الفورتيز، كان شوية اختياراته مختلفة ومش مظبوطة قوي، وناس كتير قوي اتطلقت فالتشايلد هود بتاعتهم فيها ايشوز كتيرة جدا. صح. انا عايزة اقول لكم I'm coming from a background كان I missed my dad, I lost my dad at very early age. وده عايشني سنين كتيرة جدا I'm not over it. قعدت سنين كتيرة جدا جدا بعاني من غياب ابويا، لانه انا عايزة اب اتصرفوا يعني. ايوه طبعا طبعا. ودي يعني ده ربنا ده يعني الموت احنا مش بنختاره طبعا. فده اثر على حياتي جدا، على طفولتي جدا، واثر على شخصيتي جدا جدا جدا. لما كبرت واخترت اختياراتي انا اللي كان فيها صح وغلط واثرت عليا انا، فكنت برجع ابص على الحاجات اللي انا ما اخترتهاش واقول برغم انها كانت ممكن تكسرني، لان انا شفت اصحاب ليا عايشوا في نفس ظروفي، او ناس حواليا مش اصحابي عايشوا في نفس ظروفي، واللي اتجه للادمان، واللي هرب لبلد تانية عشان يبعد عن الوجع، واللي قرر ما يعملش حاجه خالص ويقفل على نفسه وجاله امراض نفسيه و انا ما بقولش ان انا هيرو خالص. انا عايزه اخد تشانس دي اقول كمان ان امي از ا فايتر she always backed me up. وقوتني جدا اني اعرف اعدي الوجع، اطلع من الوجع بلسن يخليني انسانه قويه. صح. واني لما اتحط في نفس الظروف تاني كبارنت اعرف ابقى قدها وابقى اقدر ادي لاولادي او لابني اللي انا كنت ساعتها محتاجه اخده. صح صح. فدي نصيحه عايزه اقولها، ما تعيش دور الفيكتيم. كلنا بنعيش حاجات ايوه تاثر علينا من طفولتنا لمراهقتنا لاختياراتنا اللي هي ساعات بتدمر حياتنا على رأي أحمد سعد. yes. بس في الآخر you have to always choose to be winning. أيوة. to be the winner not the victim. صح صح. مهمة قوي دي. أنا I agree. يعني أنا لما سبت الشغل 2020 it wasn't the first time. أول مرة كان في 2017 و I played دور الفيكتيم ده for the whole year. and it wasn't very يعني كانش دور لطيف طبعا. لما حصل تاني قلت لا انا مش انا الوحيد. صح. في a billion other people on صح. the planet حصل لهم نفس الظرف. يبقى it's nothing personal. it's not personal خالص. طيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى مهند لازم، وده دايما بنصح كل الناس دلوقتي you have to differentiate. انا عقدك ليه لما السي في بتاعك يبقى هو زي زميلك او زميلتك او whatever؟ ايه اللي يفرق؟ فانا كنت ببيع نفسي بنفس السي في بقالي 20 سنه ببيعه يعني there's no difference يعني. لا احنا كمان ساعات الاحداث بناخدها مش بناخدها بيرسونال، لان احنا بيبقى جوانا تعويره وقافلين عليها كده. ايوه. فلما بيحصل حدث معين بيتريجر، بيدوس على التعويره، فبيرجعك بقى لحته I'm not enough. I'm not qualified enough. لو حد غيري ما كانش ماشي في الظروف دي، هم دي prioritize مين يقعد ومين يمشي. بنقعد نقول لنفسنا حاجات مش صح خالص. صح. وفي الاخر بتلاقي انه عندك حل من اتنين. الفيكتيم رول هيدراجيو في اوحش حفرة في الدنيا. صح. هتاخدك في ديبريشن، هتاخدك لفيلير، هتاخدك لفير يخليك ما تعرفش تتقدم خطوة لقدام. حتى لو انت able وكيبل هتلاقي نفسك مش عارف، لان انت in the back of your mind انت في فكرة واحدة مسيطرة عليك. I'm not enough, I'm not capable, صح. I'm not صح. اي حاجه من الافكار دي. أيوة. فده الفيكتيم بيخليك محبوس في اوضه ضلمه مليانه عفاريت بتكلمك وبتملى دماغك بافكار كلها فيري نيجاتيف، عمرها ما تطلعك خطوه لقدام. exactly. الوينر اللي هو مش اللي عمره ما لوست، مش اللي ما عندوش لوسز في حياته. الوينر اللي بيحول اللوس لموتيفيشن اني ابقى وينر. ايوه. ان انا اطلع ويننج. اكيد. بس أكيد. في ريليشن شيب، في جامعه، شغلي، في حياتي، في كل حاجه في حياتي، انا this is my rule. اكيد. yes. thank you very much for thank you انت على الفرصه دي. thank you والله يا نرمين. يعني ده شرف ليا و thank you so much على الكلام الحلو اللي انت قلتيه. I hope I make a difference في حياة اي حد. دايما بقول كده. حتى you made a difference عندي. thank you so much. يعني كفايه يعني بالنسبه لي انا if you make a difference to me then you made a difference to the audience يعني. فربنا يخليكي. thank you for ان شاء الله هنتقابل تاني في نفس البودكاست ده ان شاء الله.
وساعتها هنقول تعال نشوف كده المايلستونز اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي. Sure. وزي ما انت افتكرت ان اول بودكاست كان في اوضه السفره وحواليك كل الاوبستكلز دي، هنفتكر احنا النهارده كان معانا التيم القمر ده وكنا قاعدين هنا، بالظبط. وهيبقوا معانا برضو في مكان تاني إن شاء الله. وتحقق احلامك اكتر واكتر واكتر ان شاء الله. ثانك يو نرمين. Thank you so much. ثانك يو. شكرا لجميع الناس اللي قاعده تسمعنا الاسبوع ده. الاسبوع الجاي ان شاء الله مع ضيف او ضيفه جديده في رحله جديده سيزون 14. يس. السلام عليكم.